السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأشكر حضراتكم على اشتراككم عندي في القناة، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك إن شاء الله بإذن الله. عندنا كلام كتير جدا، عندنا أسرار كتير جدا، عندنا كلام على الصفقات، وكلام على نادي الأهلي، وكلام على نادي الزمالك، وماتش المهم أوي اللي اتلعب امبارح بتاع نادي الهلال ونادي النصر في نهاية البطولة العربية. طيب هنتكلم النهارده مبدئيا عن النادي الأهلي، هنتكلم على موضوع محمد شريف، لأن محمد شريف ناس كتير قوي بتتكلم عليه. محمد شريف قاعد في الأهلي، محمد شريف مسافر، محمد شريف. الكلام اللي عندنا يا جماعه خدوه بثقه، الحمد لله، والحمد لله في ثقه ما بيني وما بينكم. محمد شريف بنسبه 90% الموسم الجاي في نادي الخليج. هو لسه ما وقعش رسمي، بس بنسبه كبيره جدا زي ما قلت لحضراتكم اللي هو الموسم الجاي هيتنقل لنادي الخليج. بالفعل نادي الخليج اتفاوض مع اللعيب ومع الوكيل بتاعه، وبعت للنادي الاهلي اللي هم عايزين يتعاقدوا مع محمد شريف. اتمنى من حضراتكم تقولوا لي في التعليقات موافقين على سفر واحتراف محمد شريف ولا لا. النادي الاهلي بالنسبه لمحمد شريف هم لسه بيفكروا اذا كان الراجل هيطلع اعاره او اعاره بنيه البيع، ولا بيع نهائي. لسه الناس مقدمين عرض ب 3 مليون دولار، ولسه الاهلي بيفكر في العرض ان شاء الله. بس محمد شريف من جواه عايز يخرج حتى على سبيل الاعاره موسم. طيب الازمه وكلام كتير قوي واللغط في الكلام كتير قوي عن موضوع امام عاشور. طيب امام عاشور يا جماعه الراجل ولا عامل ازمه ولا عامل اي حاجه. الناس بتتكلم كلهم الراجل عامل ازمه، والراجل عامل مش عارف ايه، الراجل كل يوم بيروح النادي الاهلي مع المعد البدني بتاع النادي الاهلي، بيعمل له اعداد كده قبل معسكر النمسا. وامام عاشور خلاص احنا عارفين اللي هو سجل في القايمه بتاعه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله مسافر النمسا في المعسكر بتاع النادي الاهلي، بحيث يبدا من بدايه المعسكر. وهقول لكم مين برضو اللي اتضم للمعسكر. القصه بتاعت امام عاشور اللي هو كان عايز يلبس رقم 8، وقبل ما يلبس رقم 8 او قبل ما يفكر في الكلام بتاع رقم 8 خالص، كان اكرم توفيق اختار رقم 8 والاهلي سجله، والاهلي ادى لاكرم توفيق التيشيرت رقم 8، والراجل امام عاشور هيلبس رقم 12. فمفيش مشكله خالص في الموضوع ده بالنسبه ولا للنادي الاهلي ولا بالنسبه لامام عاشور. ما بيفكرش هو اذا كان يلبس رقم 8 او يلبس اي رقم، مش فارقه معاه. الراجل عايز يلعب وعايز ينتظم وعايز يرجع لمستواه، وان شاء الله باذن الله نشوفه في مستوى كويس ان شاء الله. قصه المهاجم وكلام كتير على المهاجم، واحنا اتكلمنا عن المهاجم كتير جدا، وانا قلت لكم بنسبه 50-50 سوزا موجود في النادي الاهلي. لا، سوزا بنسبه 90% او 95% موجود في النادي الاهلي الايام اللي جايه دي. وانا قلت لكم اللي مأخر اعلان الصفقه بتاعت سوزا هو القندوسي مجرد ما يخرج اعاره لاي فريق او بيع لاي فريق، الاهلي في نفس الوقت هيعلن عن الصفقه بتاعت المهاجم، وهو هيكون سوزا، لان الراجل مقتنع بنسبه 100% بسوزا، والراجل حاطط امال كتير جدا على سوزا. فنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون سوزا على قد طموحات النادي الاهلي وعلى قد طموحات جماهير النادي الاهلي. وبنسبه كبيره جدا برضو قندوسي هيروح نادي سيراميكا على سبيل الاعاره. نتمنى لقندوسي التوفيق، وهو لعيب كبير جدا ولعيب كويس جدا، وهيفيد النادي الاهلي في المواسم الجايه. والراجل حتى كلامه مع اللعيبه قندوسي اللي هو طالع سنه وكده كده راجع الاهلي، وكده كده يرجع بمستوى ان شاء الله باذن الله عالي. هيلعب ان شاء الله باذن الله، لو راح سيراميكا هيلعب مباريات كتير، وان شاء الله باذن الله هنقدر نشوفه بمستوى كويس ان شاء الله باذن الله. وسوزا مجرد ما اعلان قندوسي يخرج من النادي الاهلي، هتلاقي الاهلي بيعلن عن سوزا لاعب في النادي الاهلي. طيب اكرم توفيق وكريم فؤاد. اكرم توفيق خلاص بنسبه كبيره جدا الحمد لله ربنا تم الشفاء على خير، وهينضم للمعسكر بتاع النمسا مع الفريق
يوم 24 او 25 اللي جاي ان شاء الله باذن الله، وهيسافر مع اللعيبه هو وكريم فؤاد. كريم فؤاد لسه قدامه شهر او شهرين عقبال ما ربنا يتم الشفاء على خير، بس هو هيسافر معاهم عشان الطبيب النمساوي اللي عمل له العمليه يطمن عليه ويبص عليه ويقدر يعمل له الفتره بتاعه الاعداد والفتره بتاعه الاعداد البدني والكلام ده كله في الايام الجايه. وهيبقى معاه الطبيب بتاع النادي الاهلي ومعاه المعد البدني بتاع النادي الاهلي اللي موجود دلوقتي. طيب الاهلي لعبه فيفا اعلنت خلاص الاهلي بشكل رسمي موجود في لعبه فيفا 24، وده طبعا خبر سعيد لجماهير النادي الاهلي ومشجعين النادي الاهلي في الوطن العربي وجميع على مستوى العالم كله. في اهلاويه كتير وناس هتقدر تستخدم فريق النادي الاهلي في فيفا 24. طيب فتوح وكلام كتير قوي على فتوح، وانا قلت لحضراتكم اللي فتوح بنسبه كبيره جدا في النادي الاهلي، والراجل عايز يفسخ التعاقد بتاعه. حتى الكلام اللي ما بينه وما بين الناس اللي بتتفاوض معاه في النادي الزمالك تحس ان هو كلام مش متوافق مع بعض، لان فتوح كان عايز ليه 10 مليون جنيه. انا قلت لحضراتكم عند نادي الزمالك مستحقات متاخره، وطالب الراجل في المواسم الجايه 25 مليون، اذا ما استواش مع زيزو هياخد 25 مليون. طبعا في رفض تام من نادي الزمالك بالكلام ده، والراجل في اخر كلام مع الاستاذ امير مرتضى كان في مشاده ما بينهم كده وقلبت بخناقه وصوت عالي، والراجل كان مطالب اللي نادي الزمالك يعتذر له اعتذار رسمي عشان الكلام بتاع المستشار اللي كان قاله على فتوح اللي هو بيشرب حشيش والكلام ده كله. والراجل زعلان جدا لان صورته اهتزت قدام جماهير مصر وقدام جماهير عامه العربيه كلها. الموضوع كان مسمع جامد قوي واللعيب كان زعلان من الموضوع ده. فاتصور بنسبه كبيره جدا اللي فتوح لو ما كانش في الموسم ده في النادي الاهلي بنسبه 100% هيكون موجود في الموسم الجاي في النادي الاهلي، وهيكون لعيب مفيد جدا. واحنا عارفين الاهلي ما تعاقدش مع باك ليفت بديل معلول، هو بنسبه كبيره الاهلي متفاوض معاه ومخلص معاه، هيكمل الموسم ده. حتى لو فتوح ما جاش الموسم ده هيكمل بكريم الدبيس بديل لمعلول، وكريم فؤاد ان شاء الله باذن الله بعد ما يرجع من الاصابه بتاعته هيلعب برضه باك ليفت. طيب اتكلمنا على فتوح وقصه فتوح وقصه المهاجم بتاع النادي الاهلي. عندنا بقى اللعيبه اللي كانت مشيت من النادي الاهلي. محمد محمود خلاص تعاقد مع فيوتشر، واللعيب اللي اسمه عمر فايد اللي كان المفروض يجي من نادي المقاولين ده راح خلاص احترف في تركيا، وهو كان مدافع كويس وقلنا هيفيد النادي الاهلي لانه الستايل بتاعه زي ستايل حجازي كده. فانا نتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله، ونتمنى نشوفه في المنتخب ان شاء الله باذن الله. طيب تريكا عم الناس كان ليه تصريح كده حلو قوي اللي هو بيدعم صفقه النادي الاهلي، ويتكلم على سوزا كلام كويس قوي، وقال لو الراجل ده جه الاهلي هيفيد النادي الاهلي، وهو فعلا ان شاء الله باذن الله سوزا لو جه النادي الاهلي هيفيد النادي الاهلي. وتريكا قال الكلام ده وبيدعم الراجل ده ان شاء الله باذن الله. طب الزمالك وكلامنا على نادي الزمالك. الزمالك عمل حاجه كويسه قوي. عمل ايه الزمالك بعد ما عبد الشافي اعلن اعتزاله رسميا الزمالك قعد معاه وقدر يقنع اللعيب اللي هو يرجع ويأيده في القائمه بتاعته. احنا عارفين عبد الشافي لعيب كويس جدا جدا ولاعيب محترم وهيفيد النادي الزمالك. طيب البطوله العربيه، والنهارده كان امبارح كان ماتش جامد قوي ما بين الهلال والنصر. لعيبه الماتش شكله حلو قوي يا جماعه، والملاعب شكلها حلو قوي والجماهير شكلها حلو. نتمنى الدوري في مصر هنا يبقى زي اللعيبه دي، وعندنا لعيبه محترفين زي اللعيبه دي، ونشوف دوري كويس التحكيم كويس. رونالدو بيلعب، لعيبه كتيره جدا. وقدر النصر يكسب 2-1 وقدر يحصد البطوله، وكده نادي النصر هو بطل البطوله العربيه. في النهايه حابب اشكر حضراتكم وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، واتمنى الناس اللي ما تابعتنيش تتابعني، والناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.